بصوا، انا اكتر حاجة مخلياني بقول لكم عليكم بسورة البقرة يوميا طبعا لاسباب كتير. بس اكتر سبب هو ان كنت بمر بظروف نفسية صعبة جدا من فترة تكسر اي حد مهما كان قوي، وما طلعتش منها والله العظيم غير بعد قراءتها يوميا. الحمد لله كنت بحسها بتنزل كثلج على قلبي، تطيب جراحه جرح جرح. انا قرأت كتاب الله كله ولله الحمد مرارا وتكرارا، لكن والله شهادة حق ما في صورة في كتاب الله تريح القلب كصورة البقرة. ده غير ان كل اللي واظبوا عليها يوميا اجمعوا على اثر حصل لهم، الا وهو الراحة النفسية، وكأن المصائب انتهت. حتى لو ما انتهتش لكن تأكدوا انها باليقين والمواظبة هتنتهي ان شاء الله. انا بطلب من اي شاب يعرف صديق ليه بيمر بأزمة نفسية او كرب، او اي بنت تعرف صديقة ليها بتمر بأزمة نفسية او كرب، انها تعرفها على موضوع قراءة سورة البقرة يوميا، او على الاقل كل 3 ايام مرة. لو بتحبيها عرفيها، هتدعي لك والله. صدق النبي حين قال عنها: في اخذها بركة وفي تركها حسرة.